شوفوا هالمنظر. تعالوا نجهز أنا وياكم. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. رجعت لكم من جديد. اليوم حبيت أسوي وياكم شوربة العدس. عندي هذا العدس غسلته وجهزته، وعندي هذا الفطر قطعته بهالشكل هذا، وعندي هنا معدنوس يعني أخذت كمية قليلة مو هواية، وعندي هنا بصل راس صغير يعني مو كبير، عندي هنا 2 ماجي، كمون وكركم وفلفل أسود وكزبرة. أريد اليوم أحكي على فد شي. طبعا هواية أكو ما يستخدمون يعني التوابل وهاي الشغلات، بس بالعكس يعني إذا تعرفون فوائدها يمكن هواي تغير نظريتكم للتوابل يعني هاي المطيبات وهاي الشغلات اللي احنا دائما نستخدمها. خلي أول شي نحط العدس ونسولف أنا وياكم. راح أخلي العدس وأخلي له مي وأخليه على النار لحد أول ما يفور، راح أنصي يعني أقلل النار مالته وأخليه على نار هادئة. خليت العدس وخليت له هاي الكمية من المي وراح أغطي عليه. من يبدأ يفور عندي راح أنص النار مالته وأقللها وأخليه. نكمل أنا وياكم. اليوم راح نحكي عن الكمون، وما أعرف إذا راح تعجبكم هاي الفقرة. يوميا راح أنزل لكم يعني مثلا ويا الأكل اللي راح أسويه يوميا راح أنزل على يعني فد نوع من التوابل، راح أحكي لكم عن الفوائد مالته، وإذا تحبون هذا الشي اكتبوا لي بالتعليقات، وإذا ما حبيتوا همينه نفس الشي يعني اكتبوا لي. الكمون يمكن قليل أصلا كلش يعني بصورة عامة نستخدمه يعني بالأكل أو بالوجبات أو بهاي الشغلات، لأنه يعني ما أعرف يعني هو مو ويا كل شي يرهم، مو يعني ويا كل أكلة نقدر نخليه. أكو يعني أكلات هو حتى يعني طعمه ما يأثر على الأكل اللي نسويه، فمو كل شي يعني. بالنسبة للكمون طبعا هاي المعلومات ما أعرف، يجوز أكو قسم يعرفوها وأكو قسم لا، ما أدري. المهم تعرفون الكمون إيش قد غني بالمعادن والكالسيوم والحديد؟ وتدرون الكمون يحتوي على البسفور والزنك. طبعا هاي قليل اللي يحتويه هو يعني زين، ومو كل الناس يعني تعرف يعني شنو اللي يحتوي من فيتامينات ومعادن. بالنسبة للفوائد مالته كلش مفيد اللي يعانون من آلام الروماتيزم وألم العضلات، ومقوي ومنشط للدورة الدموية. زين. وقبل يعني كانوا أجدادنا يعني قبل كانوا يستخدموه من مثلا يصير نزف يعني بالأنف هيجي، زين، فيطحنوا ويخلوه يعني حتى يوقف النزيف، يقاوم فطريات الفم اللي هواية هسه أو قبل أو ما أعرف يعني هو هواية أكو عالم يعانون من هاي المشكلة اللي هي يعني تطلع يعني ريحة ما طيبة، ريحة كريهة يعني من الفم. زين. مفيد جدا للجراثيم والميكروبات، مفيد لمشاكل القولون ومن عسر الهضم اللي يعانون من عسر هضم والحالات التشنج. ونبات مثلا تاكلون فد أكلات أو فد شي يعني يصير عندكم مغص يعني ألم بالبطن، فهذا كلش زين لها. كوب من منقوع بذور الكمون، يعني نسوي كوب مال مي ونخلي ملعقة من بذور الكمون كل يوم الصبح، يخفض السكري يعني الأنسولين، يعزز ويقوي جهاز المناعة. واللي يعانون من فقر دم كلها هسه لها فقر دم. حتى هواية أكو يعني
نشوف مثلا نقول هذا ايش سنه ويقول عندي فقر دم، يا معود تسوي عندك فقر دم وينك وش حكي؟ لا صحيح، يعني هي مو بالسمن من فقر الدم، يعني عادي هواي اكو عالم زمان اكو ضعاف اكو يعني تلقوهم يعانون من فقر دم، فهي لا بالسمين ولا بالضعيف يا عيني. زين، وبما انه هو قلنا يعني غني بالمعادن والحديد، فنفس الشيء اللي عندهم أنيميا اللي هو يصير مثلا تكسر كريات الدم الحمر، ينصح بكوبين باليوم، ننقع بذور الكمون ونشرب كوبين باليوم الصبح وبالليل، يعني هيجي شي. زين، واللي يقولون عليهم يا بكرشك يا معود يا بطنكم يا معودين، لا، المشكلة لا يعني بكرش ولا بهاي المصارين من تنفخ مثلا، يعني من أكل أو فد شي أو سوء هضم أو هاي، فراح تبين تبرز يعني البطن بصورة يعني عبالك يعني كرش، عبالك سمين. زين، ايش نسوي؟ نقع هاي ملعقة من بذور الكمون بمي وعليها عصرة نص ليمونة، أو إذا مو هالقد تحبون الليمون تقدرون تاخذون يعني شرحة ليمونة، يعني قرص واحد دائرة واحدة، وتخلوه يتنقع لمدة ربع ساعة، وهمين تشربوه مرتين باليوم لمدة شهر وتشوفون الفرق. والكمون أيضا مفيد للي عندهم ضعف ذاكرة، أكو قسم ما يستوعب يعني شقد ما تحكي شقد ما تشرح شقد ما تفهم، يعني حتى مثلا يعني أولادنا يعني هواية يعني يعانون من هاي المشكلة، فهذا يعني بعد يغنيكم عن كل شيء. زين، وأيضا مفيد للي عندهم التهاب قصبات هوائية، يعني مثلا التهاب بالقصبات يعني اللي هو السعال مسكن آلام شلون احنا نقول، أو يعني يخفف هيك شي. وإن شاء الله تعجبكم هاي الفقرة وانطوني رأيكم إذا حبيتوا هاي الفقرة، إنه أنا كل ما أنزل مقطع أو أسوي أكلة وأشرح لكم على فد يعني نوع من التوابل كتبوا بالتعليقات، وإذا ما حبيتوا هاي الفقرة هذا هو كيفكم يعني. نرجع للعدس مالتنا، أول ما قام يفور أشيل هاي الرغوة اللي صارت لي فوق، وهسه نصيته وراح أتركه لحد ما ينشف المي مالته. نسيت أقولكم من ضمن المكونات اللي هي الشعرية، يعني هاي أهم شي، فالشعرية همينة موجودة من ضمن هاي المكونات راح أستخدمها. بعد ما نشف المي عندي هسه راح أبدي أهرسه كله بهالشكل هذا، وبعدين أضيف له المي. طبعا أنا هنا عندي المي مغلي يعني فورته، هنا ضفت ملعقة صغيرة من الكركم وضفت ملعقة صغيرة من الكمون وحليب شعرية، وراح أضيف المكعبين مالت الماجي، هذا واحد، وراح أضيف الثاني، وهنا راح أضيف رشة من الملح قليل مو هواي، لأنه أنا عندي حطيت الماجي، وتشوفوا بعد الملوحة عندكم يعني الطعم مالته يحتاج ملح أو ما يحتاج. راح أخلي قليل من المعدنوس اللي سويته اللي ثمنته بس حتى ينطيني نكهة وطعم. وهنا أنا أخذت تقريبا ملعقة ونص من الزبدة الحيواني، راح أخليها، وقبل ما يذوب عندي راح أخلي البصل، هاي الخطوة جدا مهمة، وقبل ما صار عندي البصل بهالشكل هذا راح أضيف السلفطر، هذا السلفطر
هسه راح ننزل البهارات اللي قلت لكم عليها، اللي هي كزبرة وفلفل أسود وكركم وكمون. وراح أخلي رشة من الملح. راح أتركه لحد ما ينشف هذا المي مالته كله، يدغدغ بالنكهات. شوفوا الشوربة مع القوام مالتها تجنن. قسم يخلوها يسوى بهذا بالبلندر. هسه أنا بهذا الشكل. بعد ما صار عندي جاهز راح أضيف على الشوربة. نزلت على الشوربة راح أمزجها كلها سوا. وهذا شكلها النهائي بعد ما جهزناها. يعني شوي من هذا المعدنوس ورشة من الكمون على الوجه. إن شاء الله تعجبكم ويتنال رضاكم.